24 ألف فلسطيني توفوا في غزة، ويوصل ل 62 ألف جريح، وأيضا عدد الجرحى يوصلون ل 167. لا، هذا ليس مهم. المهم هو أنه ياسمين عبد العزيز وأحمد عوضي الممثلين المشهورين المصريين اتشهروا وأنهم اتطلقوا، يعني تم الطلاق بيناتهم. وكانت ليلى عبد اللطيف قالت هذا الشيء من قبل في تنبؤاتها لسنة 2024. الناس كلها قالت إنه واو، ما هذا الخبر الصعب، هذا الخبر اللي يحرك كل العالم وكل توجهاته، والكل صار يسأل فقط الآن لماذا تم هذا الطلاق؟ لماذا نحن نتأثر بطلاق المشاهير رغم أنه نحن لسنا أولادهم، رغم أنه ولا واحد فينا راح يكون مكسوب معهم في الحضانة؟ يعني أنت إذا أهمك هذا الخبر، يعني يا ترى أنت عم بيهمك الخبر أو يهمك هذا الخبر لأنك سوف تأخذك ياسمين للحضانة، أو سوف يأخذك